يا هلا والله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم بعمل معاكم الحليب المكثف المحلى. انطلب مني كثير بعد ما سويت كريمة الطبخ. ليش انطلب مني؟ لأنه البعض يقول عندهم مش متوفر، إذا توفر يكون غالي نوعا ما. فأنا قلت بما إني أعرف الطريقة ما ببخلش عليكم فيها. ليش؟ لأنه مكوناته بسيطة متواجدة في البيت ويعطيكم نتيجة نفس اللي تشتروه جاهز وممكن أفضل. أيوة صح، وأنا بسويه لكم بطريقتين، كل طريقة أفضل وأسهل من الثانية. نبدأ بالطريقة الأولى. بنحتاج أي قدر طبخ يكون صغير مثل هذا أو أصغر عادي، وبحتاج الكاسة السحرية. الكاسة هذه بستخدمها لجميع العيارات، يعني ممكن تستخدموا كاسة زي هذه، كاسة ثانية. أهم شيء إنكم تقيسوا فيها جميع المكونات بنفس الكاسة. أول حاجة بحتاج كاسة حليب بودر، وبنفس الكاسة سكر، وبنفس الكاسة حليب سائل أو ماء اللي موجود عندكم، بس الأفضل حليب سائل علشان يكون معكم مضبوط وعلى ضمانتي. أخلط المكونات على البارد تمام. ممكن أزودها الربع كاسة ماء أو حليب، وعلى النار تكون هادئة جدا، ونقلب باستمرار. طبعا هذا بعد تحريك مستمر تقريبا لمدة 30 دقيقة. الحليب المكثف اللي على النار يحتاج أقل شيء من 40 إلى 45 دقيقة. مع التحريك المستمر يطلع معاكم مثل اللي تشتروه جاهز بالضبط. أضيف له قطعة زبدة وأستمر أحركه، وهذا هو جاهز. طبعا لما يبرد القوام حقه يثقل، وهذا هو جاهز. أخليه حتى يبرد تماما. شوفوا لي كيف. وبالنسبة للطريقة الثانية أسهل من الأولى. بحتاج كاسة حليب، وكاسة حليب مجفف، كاسة سكر، وقطعة زبدة. نفس المكونات الأولى، ما فيش أي اختلاف، ونخلطها تمام. أهم حاجة تخلطوها تمام، لأن إذا ما خلطوه تمام تبقى حبيبات السكر موجودة. فعلشان تتفادوا المشكلة هذه السكر اطحنوه طحن في البداية. شوفوا لي ما شاء الله تبارك الله كيف. هذا هو الحليب المكثف المحلى. وبرضه كل ما تخلوه أو تحفظوه يثقل معاكم لأن السكر يجمد. وهذا برضه بعد ما برد معي قليل. وهذا هو الحليب المكثف المحلى بكل بساطة. طيب يا هاني، بما انك وصلت لنهاية الفيديو، ايش تنصحنا نسوي، العادي او المطبوخ؟ اذا تشتوا نفس القوام حق الجاهز اللي تشتروه سووا المطبوخ، اذا مستعجلين سووا العادي، كلها تنفع بنهاية المطاف. بس نصيحتي لكم انكم تعتمدوا هذا عندكم، والقاكم في وصفة جديدة، وفي امان الله.